النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قوم ثمود. قوم ثمود كان نبيهم سيدنا صالح عليه السلام. قوم ثمود اتعرف عنهم ايه؟ اتعرف انهم اصحاب قوة عظيمة وكمان نعيم وفير. طب قوم ثمود دول كانوا عايشين فين؟ كانوا عايشين في منطقة اسمها الحجر. فين الحجر دي؟ شمال غرب المدينة المنورة. طب قوم ثمود دول كان سيدنا صالح دايما بيحذرهم من عقاب ربنا، وان هو خايف عليهم لحسن ربنا يهلكهم زي ما اهلك قوم عاد. تمام. قوم عاد دول كان نبيهم مين؟ كان نبيهم سيدنا هود، وكانوا دايما برضو بيكذبوا. سبحان الله. تمام كده. جه بقى قوم ثمود دول كانوا سيدنا صالح قبل الدعوة كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيستشيروه في كل امور حياتهم. تمام. بعد الدعوة كانوا بيهاجموه واستهزأوا بدعوته، وكمان اتهموه بالكذب. يعني سبحان الله، قبل الدعوة كانوا بيستشيروه في كل حياتهم، وبعد الدعوة بقى بيتهموه بالكذب ويستهزأوا بيه. سبحان الله. فكان سيدنا صالح حريص جدا على قومه، وان هو خايف عليهم من عقاب ربنا، فكان دايما بيحذرهم مرة بالترغيب ومرة بالترهيب. بالترغيب ان هو يقول لهم، يفكرهم بنعيم ربنا، وان انتوا لما ربنا هيدخلكم الجنة، ولما نروح هتشوفوا في الجنة زروع وحاجات حلوة، وهتشوفوا حاجات جميلة عند ربنا وحاجات كويسة. وبالترهيب يفكرهم بعذاب ربنا، وان ربنا هيعمل فيكم زي ما عمل قوم عاد واتقوا عقاب ربنا، وان انتوا ربنا عذابه شديد ولازم نخلي بالنا وما ينفعش. فكان هما دايما يكذبوه. وجيت في مرة من المرات طلبوا منه طلب تعجيزي، ده بالنسبة لهم فاكرين ان هما كده بيعجزوه. قالوا له انت عايز ان احنا نؤمن؟ قال لهم ايوه. قالوا له احنا عايزين معجزة تدل على صدق رسالتك. طب عايزين ايه؟ قالوا له احنا عايزين ناقة تطلع من الجبل. ناقة تطلع من الجبل؟ قالوا له ايوه. قال لهم ماشي. راح ربنا ارسل لهم ناقة ضخمة. منين؟ من الجبل. طلع لهم ناقة ضخمة جدا من الجبل. خلاص نسكت بقى كده ونؤمن بالله؟ لا. عملوا ايه؟ سيدنا صالح طلب منهم، قال لهم ان ربنا بيقول لكم ان الناقه دي موجوده، محدش فيكم يمسها بسوء. هي موجوده، ايه؟ ما تمسوهاش بسوء. وايه؟ واقتسموا الميه معاها. ازاي؟ يعني الناقه تشرب يوم وانتوا تشربوا يوم. طب اليوم اللي هم مش هيشربوا فيه ده يشربوا لبن الناقه، ولبن الناقه ده هيكفيهم كلهم يشربوا منها. الناقه ما اذتهمش، ما عملت لهمش اي حاجه. تمام. بس هم عشان هم قوم جبارين، كانوا عملوا ايه؟ ذبحوا الناقة اللي ربنا حذرهم من ان هم يذبحوها. تمام. فايه اللي حصل؟ آمن بعضهم قبل ما يذبحوا الناقة، الناس اللي هي البسيطة. أما الناس اللي هم كبارات القوم والناس دي عملوا إيه؟ استهزأوا برضو وأظلوا على كفرهم وراحوا ذابحينها. تمام. فسيدنا صالح قال لهم إيه؟ قال لهم افضلوا في بيوتكم 3 أيام، بعد كده هيجي لكم الهلاك. قالوا له 3 أيام؟ قالوا له هم 3 أيام. فكانوا برضو ان هم مش مصدقين سيدنا صالح ان هو ربنا هيهلكهم بعد 3 أيام. ربنا جاب لهم حاجة واحدة، الصيحة. الصيحة العظيمة عملت ايه؟ الصيحة العظيمة دي موتت كل الناس اللي كفروا. كل اللي كفروا موتتهم، ما نجاش منهم غير سيدنا صالح والناس المؤمنين اللي معاه، دول اللي نجوا. تمام كده. الباقيين كلهم كفروا. لما ما سمعوش كلام سيدنا صالح وامنوا بالله وذبحوا الناقه، ربنا عمل فيهم ايه؟ خلاهم جابت لهم الصيحه وموتتهم كلهم. تمام كده. فاحنا نعمل ايه؟ لازم علينا ان احنا نسمع كلام الله، لان ربنا لما بيجيب لنا اي حاجه بتكون هي فعلا خير لينا احنا. تمام. فاي حاجه ربنا يطلبها منا اعرف ان هي فيها خير لينا. قبل اي حاجه ربنا ما بيطلبش مننا حاجه غير فيها نفع لينا. تمام. يعني انا لما سالت عن شرب الميه ليه سنة عن الرسول 3 مرات، طلع ان الانسان لو شرب اكتر من مره واحده ممكن يجيله فشل كلوي. فشوف رحمه ربنا بعباده، ما بيطلبش منك حاجه غير وهي نافعه ليك مش ضاره ليك. حابه كمان ان احنا نتكلم عن سعد بن ابي وقاص.
سعد بن أبي وقاص آه، كان صحابي وقائد مسلم، كان هو خال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من العشرة المبشرين بالجنة، وهو كمان من السابقين الأولين في الإسلام. اتقال عنه إن هو التالت، واتقال كمان إن هو السابع، والله أعلم. سيدنا سعد بن أبي وقاص هو أول من رمى بسهمه في سبيل الله، وهو كمان من أصحاب الستة، أصحاب